زوجك المشكلة عندك. وأنا ما أقول لك خذي قرار حاليا، أنا أقول لك أرجعي لله واتقي الله في نفسك. والشيء اللي بتسويه في نفسك أنت السبب كله، سببه الأساسي إنه أنت عندك مرض اسمه وسوسة شيطانية لازم تتعالجي منها. أنت سميتيها غيرة بس هي هذا الشيطان. ما تقولي إنه هذا شيء طبيعي. يعني الغيرة الطبيعية ما تخليك تخربي حاجة أنت بنيتيها. أنا ما أقول لك استمري في العلاقة غصب، ولا أقول لك ضرري نفسك، ما أقول لك خذي أي قرار. أنا أقول لك أرجعي لله أول شيء، ورتبي علاقتك بالله، ونظفي قلبك من المشاعر الشيطانية هذه، لأنه هذا الشعور مش جيد. الغيرة لما انت توصل لمرحلة تمرضني واقعد بالليل والنهار انا زعلانة ومحروقة، واوصل لمرحلة اني انا يعني امرض بسببها، هذا مرض قلب. انا ما بدي اياه خلص. من حقك طلعيه، بس انا باك تعالجي نفسك. حتى لو طلعتيه انت، يعني انت لما تطلعيه حتخلصي؟ ما حتخلصي حبيبتي. هذا اللي انا بقول لك. امشي معنا في البرنامج الاستغفار والختمات المتتالية، ذكر الله مع الاستغفار والختمات المتتالية للقرآن. القرآن هو نور القلب. من غير قراءة قرآن ما في سكون ولا في راحة نفس أبدا. القلب هذا الله سبحانه وتعالى الروح، يعني نحن روح. الله يغذي روحنا هذه بإيش؟ بالروح اللي هو القرآن. في سورة الشورى إنه ربنا قال يعني وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح تغذي روحنا. فأنا لما ما أعطي الروح غذائها أتشتت، أتعلق بالبشر وأتعلق بالناس وأتعلق بفلان وأتعلق بعلان. فهمتي كيف؟ بارك الله فيك.